تدري شنو أكثر شي يخوف؟ مو الدم ولا السلاح ولا حتى صوت الطلق. أكثر شي يخوف هو الإنسان من يصير بلا رحمة، من يتحول الذيب بين ناس عايشين بأمان مزيف. هاي السالفة صارت ببغداد، تحديداً بشارع فلسطين، شارع مزدحم كله عوائل، مطاعم، أطفال يلعبون، مدارس قريبة. بس بهاي الفترة صار شي زلزل القلب. أول يوم طفل اسمه علي عمره 9 سنين اختفى. طلع الصبح يشتري عصير من البقالة وما رجع. أمه طلعت تدور تصيح باسمه، كل الحي يتحرك، الكاميرات شغلوها، بس علي تبخر. بعدها بيومين طفل ثاني اسمه سجاد، نفس العمر تقريبا، اختفى من نفس المنطقة وهو راجع من المدرسة. الناس بدت تشك، صدفة؟ مستحيل، أكو شي غريب دا يصير، وأكو أحد دا يصيد الأطفال بهدوء. بعد أسبوع طفل ثالث يختفي، هالمرة يوسف من عائلة معروسة وأبو ضابط. الدولة دخلت، كاميرات انتشرت، أمن، تحقيقات، بس ما حد يحصل معلومة. بس بيوم كل شي تغير. طفل صغير عمره 8 سنوات اسمه حيدر طلع يشتري شيبس وتأخر. أمه طلعت تدور عليه، نفس القصة، بس بعد ساعتين لقوه هو يمشي على السريع، دموعه نازلة وملابسه ممزقة. خافوا، سألوه شنو صار، وبكت منه السالفة. قال إن رجل كبير شوي لابس نظيف كلش مؤدب، وقال له أنت تشبه ابني، تعال ساعدني أشيل غرض من السيارة. ومن وصله المنطقة مهجورة سد الباب عليه وربطه، وقال له إذا تصيح تموت. بس حيدر بعزم الظلمة خنقته قدر يفك الحبل وركض بأقصى قوته. انصدموا الكل، وهنا بلش التحقيق الجديد. حيدر وصف ملامح الرجال، وصف السيارة، لونها وصوتها، والكاميرات ربطت الوصف بسيارة بيضة كانت تمر بالشارع بنفس التوقيتات. اليوم الثاني تم القبض على رجل اسمه غسان، عمره 48 سنة، ساكن وحيد ببيت قديم ورثه من أبوه، بدون زوجة، بدون أولاد. التحقيق ويا غسان بالأول كان ساكت مبتسم كأنه واثق من نفسه، بس من شاف صور الأطفال بدت تنزل الدمعة من عينه، وقال كلمة واحدة: أني ما كنت أريد أقتلهم، أني أريد أنتقم. انتقام؟ من منو؟ شنو ذنب الأطفال؟ غسان قال إن من كنت طفل كنت أتعرض لتعنيف وأهمال من أهله، ما حد حبه، ما حد سأل عليه، كان ينام وهو يبكي يتمنى حنان وما يلقاه. ومن كبر صار يعاني من أمراض نفسية، بس بدون علاج، بدون رعاية. يوم بعد يوم كره الأطفال لأن دا يشوفهم يضحكون وهو ما عاش هاي اللحظة، فقرر ينتقم من طفولته بس على حساب أرواح بريئة. 2 من الأطفال اللي اختفوا تم العثور على جثثهم بمكان مهجور داخل برميل ملفوفين بأكياس سودة، واحد منهم بعد لابس صدريته المدرسية. القضية صارت رعب بكل بغداد، الأهالي قاموا يمشون ويا أطفالهم، المدارس زادت الحماية، والدولة أعلنت القبض على سفاح شارع فلسطين. غسان بالسجن قال: ما أدري شلون سويت هيك، بس كنت أحس إنهم ياخذون شي أني ما حصلته، وانسجن مؤبد. بس خل أرد أسألك، شلون إنسان يقدر يتحول لهالدرجة؟
لو كان أحد سمعه وعالجه أو حن عليه يمكن ما كان صار سفاح. بس مهما كان هذول أرواح راحت، بلا ذنب بلا رحمة. الدنيا بعد هاي القصة ما رجعت طبيعية بسرعة، بس على الأقل تعلمنا ننتبه، نسمع، نحكي، لأن الوحش مو دايما لابس سترة عسكرية، مرات تجيك بابتسامة. إذا تأثرت بالقصة لا تنسى تدعمنا بلايك واشتراك، لأن بعد عدنا سوالف هواي من هذا الوطن التعبان. ترحموا على حيدر وشارك القصة مع أصدقائك. دمتم في رعاية الله وحفظه.